يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. وبجد شكرا جدا على تعليقاتكم وان انتوا بتشوفوني وبتساعدوني. وانا بحب ان انا اشكركم اللي انتوا بجد في حياتي. انا ربنا ما رزقنيش باخوات بنات، وانتوا اخواتي واصحابي، وليا الشرف طبعا ان انتوا تبقوا في حياتي. تعالوا بس نشوف النهارده هنعمل ايه. هو روتين بسيط حبيت ان انا اشارككم يومي النهارده. اول حاجه كده انا حبيت ان انا اخزن الكريمه اللباني. انا كان عندي كريمه طهي فاستعملتها مره واحده وما حبيتش اللي هي تبوظ، فخفت اللي هي تبوظ الصراحه لان انا هزعل جدا علشان حرام وكمان غاليه. فانا حبيت ان انا اجرب طريقه تخزينها دي وبجد نفعت جدا وبقت حلوه قوي. جبت القوالب التلج دي وحطيت فيها كده، وزعت عليها الكريمة الطهي وحطيتها في الفريزر. واول ما جمدت حطيتها في العلب وقفلت عليها كويس جدا وشلتها في الفريزر. وكل ما احتاج ان اخد كده كام مكعب واعمل بيها على قد الطبخ. حبيت بقى احضر الفطار. انا كان عندي مسقعه من كام يوم كنت عاملاها يعني متغدى بيها وكده، فحبيت ان انا احطها في الفطار النهارده علشان جوزي كان اجازه. فحبيت اعمل فطار متين، مادام ما في فطار متين كده تعرفوا ان جوزي اجازه. لان انا وانا لوحدي بفطر كده مثلا سندوتش جبنه، سندوتش بيض، بفطر كده حاجات بسيطه. وقبل ما ندخل في بقيه الفيديو ما تنسونوش اللايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وهستنى كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني على الروتين وان انا اقوم اتنشط كده واعمل اصور واعمل مونتاج وكده يعني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا حضرت الفطار وبعدت كده جبت الفول. الفول الصراحة كان طعمه حلو قوي، هو كان متحوج بس انا حبيت احط عليه ليمون، وكان عندي طحينة كده جاهزة في التلاجة حبيت احط فيها معلقة كده عشان تديله تست وطعم حلو قوي. وكمان انا بحب الليمون، بحب الليمون بيبقى زيادة كده في الاكل ومش زيادة اوفر يعني، بس بحب احس بالمزازة بتاعته بجد بيبقى طعمه حلو قوي. مش عارفة، انا حاسة ان انا عايزة ارغي معاكم كتير قوي وعايزة اقول لكم بس الايام اللي فاتت دي انا كنت عاملة ازاي. اولا طبعا انا كنت مسافره وقعدت فتره كبيره برا. هو مش برا مصر يعني، بس انا كنت سايبه البيت بقالي فتره. بس بقى رجعت. انا لما رجعت اصلا ما كانش عندي نشاط ولا باور، وكنت كسلانه وكنت تعبانه ومرهقه جدا، وكنت واخده دور برد بجد صعب قوي. انتوا خلي بالكم من تغييرات الجو دي وخلي بالكم من اطفالكم لان في دور بجد منتشر. ربنا يسترها عليكم وعلى اولادكم. وحاولوا ان انتوا تحصنوا بيتكم وتحصنوا اولادكم قبل ما ينزلوا المدرسه قبل ما ينزلوا الجامعات. لازم تقروا عليهم قرآن كده وربنا يحفظهم يا رب من كل شر ومن اي مرض. بصوا بقى التوابل دي بجد نينجا، طعمها خطير. بحب احط عليها بحب احطها على البيض المسلوق او البطاطس المهروسة او بيض مقلي او البطاطس المقلية عادية، بجد بتبقى طعمها خطير. انتوا لازم تجربوها وهستنى رأيكم في الكومنت. بجد طعمها حلو قوي وبتغير طعم البيض خالص، بتديله كده تيست حلو قوي. ولازم تجربوها. احنا هنا كده خلاص بقى خلصنا الفطار وروقت المطبخ وغسلت المواعين وظبطت الدنيا. وجوزي قال لي بقى ان انا النهارده هخرجك، وبجد انا كنت مبسوطه جدا ان انا خرجت وغيرت جو، لان انا من ساعه ما جيت انا منزلتش الشارع خالص، ما روحتش في اي حته. وبعد بقى مشاورات كتير هتاكلي ايه هتاكل ايه، احنا كنا عايزين ناكل كبدة وبالفعل رحنا لمطعم كبدة، بس لقينا الساندوتش اصلا الفينو قد البقسماطة بالظبط وفاضي. يعني انت هتلاقي نفسك اللي انت بتاكلي الساندوتش ب15 جنيه وبتاكلي عيش فينو، بتاكلي العيش فاضي. فقلنا لا تعالى نغير بقى، وقعدنا نلف كده شوية فلقينا وردة بيروت. بجد المطعم ده خطير وحلو قوي واجواءه حلوة قوي وبجد مريح كده للاعصاب، وتحسي كده اللي انت قاعدة في مكان بجد مريح جدا. انا كنت مبسوطة قوي وانا قاعدة الصراحة. وكان في جنسيات كتير، كان في سياح من جميع البلاد. وصاحب المطعم كان موجود، وبجد اسرته تحفة قمر قوي بجد اللهم بارك وربنا يخلي له بنته. هم كانوا برضو قاعدين. وبجد كان في جميع الجنسيات يعني، كان
وده كان اول تجربة لينا فيه، بس مش هتبقى اخر مرة، وبجد الاكل كان طعمه تحفة. طلبنا بقى ايه شاورما، كنا اصلا مش جعانين لان احنا كنا فطرانين فطار متين زي ما انتم عارفين في اول الفيديو. فكل واحد كده جاب طلب صغير، يعني احمد طلب كده شاورما وبطاطس وعليها سلطة حمص، كانت طعمها حلو اوي سلطة الحمص، انا كنت اول مرة اجربها. وطلبنا طبق سلطة فتوش، بجد سلطة الفتوش دي طعمها تحفة تحفة تحفة، انتوا لازم تجربوها. انا بجد جربتها قبل كده لان برضو كلتها في مطعم وعجبتني، وفضلت وراها لحد ما جبت المقادير وعملتها. وكنا حاجزين بقى قبل ما نروح نتغدى، كنا حاجزين مسرح، بجد المسرح كان حلو قوي، كنت شايفة كده الممثلين قدامك، وهو اصلا المسرح عبارة عن اوضة كده صغيرة، والممثلين يبقوا واقفين قدامك بيمثلوا. وبجد كان اليوم حلو قوي. وهنا جبنا فشار، كان هنا يعني الكافيه كان تبع المسرح، فطلبنا فشار وطلبنا مية. وهنا بقى كان في واحد بجد بيعمل سحر، انا مش عارفه بجد هو بيعمل الحاجات دي ازاي، بس ابهرني. وانا عارفه اللي هو ممكن طبعا يبقى خفه يد، بس بجد يعني انا مش عارفه حصل ازاي، لان هو جه على الترابيزه اللي احنا كنا قاعدين فيها، وانا مصوره لكم كل حاجه، وهتشوفوا الورق اتغير ازاي من غير ما هو بياخد حاجه، وانا كنت قاعده اصلا بص عليها، يعني ان مفيش حد اصلا جه مسكها ولا لعب فيها ولا اي حاجه. وبجد المسرحيه كانت حلوه قوي، اسمها كازينو، كانت حلوه جدا بجد، انا استمتعت بيها. وعلى فكره انتوا ممكن تتفسحوا وتعملوا حاجات جديده مختلفه في حياتكم من غير ما تتكلفوا كتير، يعني المسرح ده ما كانش غالي قوي، بجد كان حلو قوي وانا اتبسطت. ولازم تغيروا كده كل فتره تعملوا حاجه جديده في حياتكم. انا اتبسطت جدا لما حضرت، دي تاني مره احضر المسرح دوت، وبجد اتبسطت جدا، ومش هتبقى اخر مره. انا مش فاكره اسم الشاب ده كان ايه، بس هو برضو كان حاضر في المسرحيه، انا اتفاجئت بيه. بس هو بجد عمل فقرات حلوه قوي، وكان بيروح على كل ترابيزه بصراحه. ولو انتي احتاجتي ان انتي تعملي حاجه تاني يعملك حاجه تاني برضو بيعمل، يعني هو عادي كان قاعد بيلعب، واحنا كلنا كنا مستمتعين وكلنا كنا مركزين معاه، بجد كان يوم حلو قوي. وهو دلوقتي هيجي على الترابيزه بتاعتنا، هسيبكم بقى معاه وتشوفوا هو هيعمل ايه وهيعمل فينا ايه، وتقولوا لي بقى انتوا خدتوا بالكم زي يعني انا قعدت ابص على الورق بجد اللي هو هيتغير ازاي، لقيت مش عارفه بجد اتغير ازاي. اه ماشي كويس. ويقول بقى في الكاميرا كده خلاص. اسمك ايه؟ عمرو. احمد. بص يا احمد، انا هاخد الورق وافرمته كويس جدا، تمام؟ فاكر الكارت بتاعك ولا لا؟ فاكره كويس، وانا اعرفه ولا ما اعرفوش؟ طيب ماشي. عايزك تختار اي حاجه على الترابيزه، التليفون، السجاير، صح؟ هو ده هو ده يا احمد مش هو؟ طيب ماشي، انا هاخد الثلاثه اوكي، واسيبها هنا وهقفل عليها الولاعه، تمام؟ طيب هو ده ولا لا؟ ولا ده برضو؟ طيب بص انا هعمل ايه دلوقتي؟ هفرد الورق كده واعد من 1 ل3، عايزك تقول ابركادابرا. انا كنت قاعده اصلا مركزه قوي، في نفس الوقت خايفه بجد، انا كنت مستغربه باللي بيحصل ده، ايه ده فاكر هنا بجد. كان كام؟ ايوه. طيب لو انا عملت كده جيت شفتها تلاقي الكارت اللي انت اخترته في المصحف. ايه ده؟ هو ده؟ ازاي؟ السالفه الحلوه فين يا جماعه؟ ايوه المصريين ازاي ده؟ ورطونا. دخلنا المسرح وبجد استمتعت جدا، والمسرحيه كانت حلوه قوي، والممثلين اللي فيهم بجد كانوا لذاذ قوي. وكنت قاعده مبسوطه. طبعا كان ممنوع التصوير، زي في اي مسرح يعني ان ممنوع التصوير. وبجد كان اليوم حلو قوي وانا استمتعت. وعلى فكرة دي مش اول مرة ولا اخر مرة، دي تاني مرة برضو اروح المسرح دوت، وبجد ببقى مستمتعة جدا وانا هناك. وزي ما انتم شايفين المسرح اصلا كان عبارة عن اوضة بس، بجد كانت القعدة والتجربة كانت جديدة وحلوة قوي، وبجد استمتعت جدا. ولازم انتم تجربوا، ولازم يبقى في تجربة جديدة كده في حياتكم. وجربوا وما تخافوش، وهتستمتعوا بجد قوي. هنا بقى كان كلنا كنا بنصور مع الممثلين، بجد كانوا لذاذ قوي. وانا بصراحة مش عارفة، انا كان نفسي تبقوا كلكم معايا تستمتعوا زي ما انا استمتعت.
طبعا واحنا بقى مروحين عدينا على بكري خان، جوزي كان عايز يحلي وكده. طبعا انا ماسكه نفسي على قد ما بقدر من الحلويات، عشان زي ما انتم عارفين اللي انا بعمل دايت وانا شويه بوظت، بس برضو بحافظ على نفسي. بصراحه الدونتس كانت حلوه قوي والسينابون وكل حاجه كانت حلوه، بس هو غالي. بس هو فعلا انت تدفع حاجه وهتلاقي كواليتي بجد. الحاجات كانت طعمها حلوه بس هو غالي شويه. بس وده يكون الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. لو عجبكم ما تنسونيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم اللي هو يشجعني انزل فيديوهات اكتر. باي باي.